بنكمل معاكم فترتنا لغايه الساعه 8، لكن من المهم جدا ان احنا يكون معانا شخصيات حقوقيه للمراه وليها باع طويل في هذا المجال. الاستاذه نهاد ابو القمصان نشطة مصرية في مجال حقوق المرأة ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة وكاتبة أيضا. الأستاذة نهاد يعني لها تاريخ مشرف في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان أيضا، وشاركت في تأسيس مشروع المساعدة القانونية للنساء، وكانت أيضا في برنامج المرأة عام 95 بالمنظمة المصرية، وشاركت في تأسيس ملتقى الهيئات لتنمية المرأة عام 95 وعضو بمجلس إدارة الملتقى، وكثير حقيقي من المناصب اللي تشارف حقيقي أي امرأة وأي واحدة يعني ليها طموح في مجال العمل الحقوقي والإنساني بتشوف على طول الأستاذة نهاد أبو القمصان كرمز حقيقي ليها. أستاذة نهاد برضو هي رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، واللي يمكن لديها الكثير من المشروعات الخاصة بتأهيل الفتيات والسيدات للخوض في مجال الانتخابات المحلية وحقيقي كل الاستحقاقات النيابية. وأنا يعني اتشرفت أن أنا أكون في أكتر من مؤتمر وورش عمل خاصة بتوعية المجتمع عموما علشان يرشح امرأة داخل أي انتخابات أو استحقاقات نيابية. أستاذة نهاد معانا مرة تانية، أهلا بحضرتك معانا يا فندم على هواء راديو القاهرة الكبرى. اهلا بيكي، مساء الخير. اهلا، مساء النور يا فندم. استاذه نهاد، طبعا يعني احنا النهارده بنتكلم على السيده والفتاه اللي ان شاء الله هتخوض مرحله الانتخابات، واقرب لينا انتخابات هي الانتخابات المحليه. استاذه نهاد، شايفه ايه المعوقات او اهم المعوقات اللي ممكن تقابل اي امراه او سيده في خوضها لاي استحقاقات نيابيه داخل مصر؟ والله هي نفسها الحقيقه، هي نفسها يعني خليني اقولك انه حصل تغييرات كتيرة في القوانين بتشجع جدا على المشاركة في كل المناصب. ولو يعني حضرتك تعرفي والسادة المستمعين يعرفوا انه الدستور ادى ربع المقاعد للمجالس المحلية للستات. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عندنا المجالس المحلية 56,000 مقعد، احتمال توصل ل60,000. ده معناه ان انا عندي 15,000 مقعد تقريبا كده مستني البنات والسيدات اللي هو من اول سن 21 سنة. ده للمرأة، وعندي زيهم 15,000 مقعد للشباب، يعني اللي هم الشباب والشابات. طبعا الشباب من الجنسين، المرأة برضو هتدخل في كوتة الشباب طبعا. فعندك مين اللي له حق بقى ان هو يرشح نفسه؟ زمان قبل الدستور ده بتاع 2014 كانت المجالس المحلية للي سنه 25 سنة. احنا نزلناها ل21 سنة، يعني يا دوب اللي في اخر سنة في الجامعة يقدر يخوض هذه الانتخابات، يقدر يبقى قائد في منطقته. احنا عايزين ايه؟ عايزين حد معاه شهادة الاعدادية، ومعاه يعني ان كان شاب الخدمة العسكرية، وان كانت فتاة يعني او سيدة موفرين عليها الموضوع ده، يبقى شهادة الاعدادية بس علشان تبقى قائدة في المنطقة بتاعتها. طب المجالس المحلية دي ايه؟ هي المسؤولة عن كل حاجة من اول ما بنصحى من النوم لحد ما ننام. يعني مثلا هي المسؤولة عن الاشراف او الرقابة على كل الخدمات اللي موجودة في الحي بتاعنا، اللي هو بدءا من المية. يعني لما المية تقطع لازم نشوف المجلس المحلي ده بيعمل دوره ولا لا، وبيشرف على الجهات التنفيذية ولا لا. يعني المجلس المحلي ده هو مجلس منتخب زي مجلس الشعب كده، بس على مستوى الحتة بتاعتنا، سواء قرية او حي صغير كويس، والعدد كبير، يعني مش واحد ولا اثنين. يعني سواء قرية بيبقى عندنا 24 عضو مجلس محلي. حضرتك ذكرتي في بداية الحديث أستاذة نهاد ان المرأة هي نفسها هي اول معوق. ليه يا فندم؟ لانه زي ما بقول لحضرتك، كل المطلوب ان حضرتك يبقى معاكي الاعدادية بس، مفيش حاجة تاني. يعني مفيش اقبال على الموضوع ده ولا في رفض من المجتمع؟ لا، مفيش رفض من المجتمع. الحقيقة الستات في المجالس المحلية اشطر كتير جدا من الرجالة، وأأمن وأقل فساد. والستات هي الأدرى بالحياة اليومية. أنا بقول لحضرتك المجلس المحلي ده هو المسؤول عن الإشراف على كل الخدمات بتاعتنا، من المية، الكهرباء، الوحدات الصحية، رصف الطرق، كل الخدمات، الأسواق وتنظيم الأسواق، كل الخدمات المحلية. المشكلة إن الستات والبنات نقعد نشتكي إنه الخدمات زي الزفت، مفيش مية،
افران العيش ومنافذ توزيع العيش عليها زحمه جدا، التموين اللي بيتسرق من المحلات اللي هي بتاعه السوبر ماركتات اللي بتوزع التموين. يعني احنا شاطرين قوي قوي لاننا عارفين تفاصيل الحياه ومحتكين بيها، شاطرين قوي قوي اننا نعرف المشكله، وشاطرين اننا نشتكي. طب يا ستي استاذه نهاد، انا عايزه اسال حضرتك حاجه. يعني قرينا بعض التعليقات على الموضوع ده على الفيسبوك، وفي ناس كانت معترضه على ان هذا المجال في العمل العام هياخد من وقتها ووقت بيتها وزوجها واولادها. دي نقطه. النقطه الثانيه، زميلي محمد ابراهيم على الهندسه الاذاعيه في البرنامج يعني تداخل مع حضرتك في الكلام، وعايز يقول لك يعني احنا لو طلبنا هذه السيده المنتخبه الساعه 2 بالليل عشان مشكله، يا ترى هترد علينا ولا لا؟ ولا الراجل هيرد عليك على فكره، ولا الراجل هيرد علينا، لان ده مش اختصاص انه ينزل الساعه 2 علشان مشكله، ولا اختصاص عضو مجلس الشعب انه ينزل الساعه 2 على الاسم، ولا وكيل النيابه بقى ينزل الساعه 2 بالليل يعين جثه. يعني عارف انت الكلام بتاع الروايات يوميات نائب في الارياف ده اللي كان سنه 1930 ده مش موجود يا جماعه. يعني لما نيجي نتكلم على انه الست مثلا تبقى قاضي ولا وكيل نيابه يقول لك هي مش هتنزل الساعه 2 بالليل، يا جماعه انا محاميه بقى لي 25 سنه، وكيل النيابه ما بينزلش يعين جثه الساعه 2 بالليل على فكره. يعني كل الكلام ده كلام قديم وخارج على الاختصاصات. عضوة المجلس المحلي او عضو المجلس المحلي ده دوره انه هو يشرف على الجهات التنفيذيه اللي هم مين؟ موظفين المحليات. وبالمناسبه احنا عندنا اكتر من 60% من موظفين المحليات ستات. يعني احنا كمجلس محلي منتخب دوره انه يشرف. احنا عندنا ميزانيه لكل حي ولكل قريه. المجلس المحلي ده بيجتمع مرة كل 10 أيام ولا مرة كل 15 يوم وأحيانا كل شهر، علشان يقول إيه؟ على سبيل المثال أحد القرى مخصصة مثلا 100,000 جنيه للميزانية، 100,000 جنيه لخدمات مستشفى مش إكس، ماشي؟ طيب المجلس المحلي يشوف بقى الميزانية اتصرفت فين؟ الميزانية دي راحت هدايا وعطايا كده للحبايب، ولا راحت في حقن وتطعيمات للولاد الصغيرين ومش عارفه ايه؟ طب احنا مخصصين مثلا 100,000 جنيه لرصف الطرق. طب رصف الطرق ده الشارع الرئيسي بس ولا الشوارع الفرعيه؟ يعني الدنيا معنى كلام حضرتك استاذه نهاد ان يعني في شويه اختلاط في مفهوم او عمل ودور نائب المجلس ودوره الحقيقي. يعني الناس دايما بالظبط ده دورهم رقابي، بالظبط بيجتمعوا مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين او مره كل شهر. اعتقد يعني الستات بتضيع يعني عشرات من الساعات قدام الافلام التركي والهندي بالظبط، حتى على الاقل تكون بدور نافع يعني. بالظبط. لكن يعني ما ينفعش بقى ليل نهار نقعد نشتكي ان الخدمات زي الزفت، ولما نيجي نقول يا جماعه تعالوا يبقى لكم كلمه ويبقى لكم دور وتبقوا مشرفين حقيقي على ميزانياتكم وعلى فلوسكم وعلى مصالحكم، ويتقال لا اصل احنا مش فاضيين. لا، الستات يعني سواء بتشتغل او ما بتشتغلش لا عندها وقت. طب ورد حضرتك على الناس اللي دايما معتقده ان السيده اللي بتشتغل في مجال العمل العام وخصوصا في داخل الاطار السياسي ده اكيد هتبقى بتاثر على بيتها واولادها، وده كده دورها يعني هياكل من خدمتها لاولادها؟ بالعكس، انا بقول له بالعكس، ده هي احتكاكها بتفاصيل الحياه بيخلي شخصيتها قويه، بيخليها قادره على انها تقف وتدعم اولادها وجوزها كويس. يعني انا هديكي مثل، الام اللي بيجي لها استدعاء ولي امر في المدرسه، لو ام كده طيبه وما بتعملش حاجه غير انها بين 4 حيطان وعلى نيتها، تروح في المدرسه ياكلوها وياكلوا العيل حتى لو المدرسه غلطان. انما لو ام واعيه وفاهمه بتروح تناقش المدرسه هو عمل ايه وايه المشكله، وتقدر تساعد المدرسه لو في ابنها ولا بنتها عنده مشكله حقيقيه، ولو الولد او البنت ما عندوش مشكله والمدرسين هما اللي مقصرين بتقدر تاخد لاولادها حقهم. في فرق فظيع بين الست اللي بتبقى بتشتغل وعندها احتكاك وعندها معلومات وعندها خبرات، والست اللي هي طيبه ويا دوب محيطها ضيق وما هياش عارفه حاجه في الدنيا. الحقيقه النوع الطيب ده يعني عاده بيتاكل حقه، ولو حصلت مشكله في البيت ليها او لاولادها او لجوزها ما بتعرفش تتصرف. انما البنت ولا الست الجدعه كده اللي خارجه وبتشوف الدنيا وبتحتك بالناس وبتعرف تشرف، مره على مره بتاخد خبرات مهمه على فكره، وبتبقى شخصيه قويه وبتبقى مفيده لبيتها قبل اي حد تاني. استاذه نهاد، عايزه اسال حضرتك سؤال مهم. هو احنا محتاجين كوتا للمراه
علشان تقدر تبقى موجودة داخل هذه المجالس؟ ولا يعني بدون هذه الكوتا اعتقد ان كان هيبقى ممكن الوضع مختلف، ولا كان هيبقى برضو في ترشح للسيدات؟ لا، انت محتاجه كوتا، وهي موجوده فعلا. بقول لك ربع المجالس موجوده للستات، مستنيين بس ان هم يعني يبطلوا يقعدوا يشتكوا كده ما بينهم وبين نفسهم وينزلوا يبقوا عمليين. طب من غير الكوتا اللي بيحصل ان انت عندك اللي بيدخل المجالس المحليه ده بيحصل على مكاسب معنويه هائله، وبيبقى عنده معلومات كتيره، ويقدر يحصل على مكاسب ماديه كمان بالفساد. فلانه في فساد الناس بتدفع فلوس كتير قوي فوق ما تتخيلي عشان توصل لهذا المنصب او هذا الكورس. ما بيبقاش المنافسه كده منافسه شريفه نزيهه مبنيه على يعني الاحسن، لا خالص. ممكن يجيلك اسوأ ناس، وطول عمرنا بنقول الفساد في المحلات للركب. ليه؟ لان بيجيلك اسوأ ناس اللي عارف انه هيعمل مصلحه وعارف انه هيطلع بسبوبه، فبيصرف على الانتخابات كويس. الجو ده ما يطلعش عناصر كويس. انما لان الستات ما هياش عندها خبرات في الفساد، ولان الستات بتبقى مهمومه قوي بهموم ولادها وبيتها وحياتها وعايزه تحسن مستوى المعيشه، فبتبص تلاقيهم مش حمل الدخول في خناقه فساد. احنا بالكوتا بنفتح مساحه للناس الكويسه، بنقول لهم ادي مكانكم موجود، اتفضلوا شاركوا بجديه. عشان كده لما حضرتك اول سؤال هو الستات محتاجه ايه، اقول لك الستات محتاجه هي نفسها يبقى عندها مبادره وتقول انا هبطل اشتكي ما بيني وما بين نفسي، ولا على الواتساب، ولا ما بيني وما بين الجيران، وانا هشوف الميزانيات اللي بتتحط لخدمتي وخدمه ولادي والحي بتاعي بتروح فين، وهشرف عليها علشان نوصل لاحسن خدمات باقل تكلفه ممكنه. يعني ان شاء الله كده يعني في امل ان احنا في الفتره الجايه ان شاء الله يكون في مشاركه اكبر او تقبل للمجتمع بدور واهميه المراه المصريه في المشاركه في الحياه السياسيه عموما. انا موافقه معاكي تماما، وعايزه اقول لك هي مش قضيه المجتمع اللي رافض، هي قضيه ان زي ما قلت لك هي معركه فساد بالزبط. كان بيصرف فيها يعني الغالي والنفيس علشان الناس تحقق مصالح. لكن الدول اللي سبقتنا في موضوع انها ادت مساحه كبيره للسيدات وبالذات في المجالس المحليه، ده فرق كتير جدا في تنميتها. يعني مثلا معدلات التنميه في الهند عاليه جدا، معدلات التنميه في البرازيل عاليه جدا، في جنوب افريقيا عاليه جدا. لما شفنا الدول دي القاسم المشترك اللي ما بينهم، اكتشفنا وجود الستات في مواقع صناعه القرار وبالذات في المجالس المحليه. كل الدول دي مديه طولة المجالس المحليه للسيدات، هم اللي بينزلوا في كل منطقه، هم اللي عارفين مشاكل المناطق هم اللي عارفين يقدروا يوجهوا الميزانيات والخدمات والاموال ويقدروا يساعدوا الشباب على مشروعات صغيره، ويقدروا يساعدوا الستات على انها تعمل شغل من بيوتها وهي جنب اولادها، وتعمل برضو مشروعات صغيره ويقفوا على رجليهم. يقدروا يوزعوا كويس قوي الخدمات على المنطقه بشكل افضل وينظموها بشكل احسن، فتلاقي منظومه الخبز افضل، تلاقي التموين يوصل للناس من غير ما يتسرق، تلاقي الميه وامدادات الميه احسن. يعني الستات بتعمل فرق كبير جدا جدا في المجالس المنتخبه الحقيقه، وما بياخدش وقت خالص. بس عشان الناس ما تبقاش متخيله ان احنا يعني هتشتغل رئيس وزاره، لا مش هتشتغل رئيس وزاره ما تقلقش احنا عندنا حدود برضو. هي كلها اجتماع كل 10 ايام، يعني عايزينها وقع منها تمثيليه من التمثيليه الهندي ولا التركي حلقه واحده يعني. الحقيقه انا شايفه ان وجود حضراتكم في هذا المجال وتشجيع الفتيات والسيدات على التثقيف والمشاركه الفعليه ده شيء يعني رائع جدا. واحنا دايما يا استاذه نهاد بنتمنى ان فعلا البنت والست المصريه تثبت دايما جدارتها في كل الاماكن، وخصوصا في مجال السياسي ومجال خدمه المجتمع والعمل العام، ونثبت فعلا للرجل المصري الشرقي ان احنا قادرات على المنافسه والمشاركه والنجاح والتفوق. ان شاء الله. انت مش محتاجه تثبتي للراجل حاجه، هو عارف، هو عارف بس مش يعني مش معتاد. دايما يحذر يمكن اصلا هيأثر على بيتها، لا هو خايف لا تأثر عليه هو شخصيا. ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، متشكره جدا لحضرتك ووجودك معانا، وبالتوفيق ان شاء الله يا استاذه نهاد. شكرا يا فندم. شكرا. هي وهي أسمى من هو، هي أجمل من هو.
فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.